في ناس كتيرة قوي طالعة اليومين دول عمالين يقولوا ايه، هنا اللمسة الحلوة وهنا اللمسة الوحشة، وهنا اللمسة الوحشة وهنا اللمسة الحلوة. مفيش حاجة يا جماعة اسمها لمسة حلوة اصلا. علموا اولادكم ان مفيش حاجة اسمها لمسة حلوة. فين اللمسة الحلوة؟ كل اللي بيحصل حوالين مننا والاغتصابات سواء بنات ولا صبيان، دي بقى لا فيها لمسة حلوة؟ ما فيهاش لمسة حلوة خالص. علمي بنتك او ابنك يوم ما يجي يسلموا على حد ايديهم ورا ظهرهم، ازيك عامل ايه، الحمد لله كويسين. مش من حق صاحب باباها او صاحب باباه يجي ازيك يا حبيبي عامل ايه ويبوس من هنا ومن هنا يعني الخد محلل والبق محرم، كله محرم يا حبيبة قلبي. مفيش حاجة اسمها بوسة حلوة وبوسة وحشة، مفيش حاجه اسمها لمسه حلوه ومفيش حاجه اسمها لمسه وحشه. احنا نعلم اولادنا مش من حق اي حد ان هو لا يسلم عليكي بايديه ولا يبوسك ولا اي حاجه. طب افرض جه بسني في الحته دي اللي هو ما بين الشفايف والخد دي كدهوت، العيل هيفتكرها ايه؟ طب هيفكر دي لمسه حلوه ولا لمسه وحشه؟ مفيش حاجه خالص اسمها لمسه حلوه ودي لمسه وحشه. السلام بالبق، ربنا مدينا البق عشان نسلم بيه، مش مدينا ايدينا. ايدينا دي طب ما انا ممكن اسلم على العيل اعمل له كده اهو، ايه العمل؟ ما هو اسلم بايده اهو. ممكن اسلم على العيل، هنا اللمسه الوحشه وهنا اللمسه الحلوه. ما انا ممكن اسلم على العيل اعمل له كده اهو، او على البنت اعمل لها كده اهو، لابسه قط لابسه حاجه ممكن اعمل لها كده اهو. هتبقى ايه العمل دي يا ترى بقى؟ هي هتفتكرها هل دي لمسه حلوه ولا لمسه وحشه؟ بنتك ما تلبسش قط قدام حد. بنتك لما اي حد يجي لها تلبس اسدان كده اهو عادي. طب دي سنها صغير 3 سنين، ما هم ال3 سنين هم اللي بيغتصبوهم، وسنتين ونص بقى يغتصبوهم دلوقتي. سنتين ونص ولا 3 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين، خلاص ما بقاش في فرق، ما بقاش في فرق. اي حد يجي ابن اخوكي، ابن اختك، ابن عمها، ابن خالها، ابن عمتها، يجي ما تقعدش على رجليه. تقعد على رجليه ليه؟ ما هو ابن عمتها عادي يعني، ده ابن عمتها. الاب دلوقتي بنته بقت تحمل منه، والاخ دلوقتي بقت الاخت بتحمل من اخوها. خلاص ما بقاش في امان في الدنيا. تربيتهم كلنا عارفينها. انت مربيه ابن اخوكي، انت مربيه ابن اختك، ابن سلفك، ابن سلفتك، انا اللي مربيهم، دول عايشين معايا في البيت وانا مربيهم. اللي حملت من ابوها وولدت من اخوها كانت هما برضو متربيين مع بعض في نفس البيت، فما بقاش فيه امان. بنتك تقعد بإسدال، هتخسري حاجة لما تعلمي بنتك انها من صغرها تقعد بإسدال؟ مش هتخسري اي حاجة خالص، بل بالعكس هتعلميها ان هي خلاص متعودة ان اي حد يجي تلبس إسدال. طيب انا دلوقتي بنتي راح تجيب لي حاجة من الفرن العيش، إسدالها معاها، عايزة تلبس قط، عايزة تلبس شورت، عايزة تلبس حاجة في اوضتها هي واخواتها،